احنا نسأل الآن أنه لماذا تقوم بهذه الحملة الشعواء المكررة على قناة MBC؟ وليش MBC تحديدا؟ يعني أنت برنامجك كان موجود على قناة LBC 6-7 سنين، إيش الفرق بين MBC وفي قناة LBC؟ إحنا الآن قاعدين ظاهرين على قناة روتانا خليجية، إيش الفرق بين روتانا وبين MBC؟ ما يعني ألا ترى أنه فيه تحامل وتناقض في نفس الوقت على هذه الحملة، بينما القنوات الثانية المشابهة ما فيه نفس هذه الحملة لا تشن هذه أما الحملة. بالنسبة لإم بي سي فالجميع يتفق إلى إم بي سي بتنوع قنواتها ونوعية برامجها والأفلام الأمريكية التي تبثها، وأيضا ام بي سي الخاصة بالأطفال. نعم. لا يوجد أحد من القنوات في خطورة ام بي سي، قناة أطفال في خطورة ام بي سي الخاصة بالأطفال، ام بي سي 3 هذا يجمع عليه الجميع، خاصة عليه الجميع؟ يعني مثلا عطني مثلا قناة أطفال تابعة لال بي سي ولا تابعة روتانا ولا تابعة، يعني في فرق كبير بين جزيرة الأطفال وبين ام بي سي 3. نعم في فرق كبير. هل جزيرة الأطفال طلعت برنامج فيه 99 بطل اسمها الصمد والرحمن والرحيم والفتاح والعليم والضار والنافع؟ ما طلعته. يعني أقصد هل جزيرة الأطفال طلع ناس لابسين صلبان ناس يسجدون لها؟ هل جزيرة الأطفال تطلع النجمة السداسية؟ هل هذه الأفلام الكرتون ما طلعت إلا على ام بي سي 3؟ أنا غير مسؤول أتابع جميع البرامج، إنما أنا أقرأ تقارير لإعلاميين ينشرونها سواء في اليوتيوب ولا في غيره. هذه التقارير كلها تدل أن ام بي سي 3 هي الأخطر. هذا شيء. الشيء الثاني، برامج الام بي سي سواء ام بي سي العربي ام بي سي 1 ولا حتى ام بي سي 2 و3 و4 واظن عندهم اكشن بعد وماكس او ميكس او كذا، المقصود ان هذا التنوع الموجه للشعب السعودي بالذات هذا فيه فساد كبير لا تقوم به روتانا، مع ان ايضا روتانا عندها اخطاء، روتانا ايضا عندها برامج سيئه، عندها افلام احيانا سيئه، ال بي سي عندها برامج وافلام سيئه وغيرها. لكن انا تكلمت عن الام بي سي بالذات لانها الاشد خطوره، ولانك اذا حذرت منها صار هذا التحذير عاما له ولغيرها. هذا امر. الامر الثاني، هذه الحمله الشعواء ليس محمد العريفي الذي بداها، هذه الحمله باديه من زمان، أنا قرأت فيها تقارير، إنما ربما محمد العريفي استطاع عبر تويتر والفيسبوك بحسب عدد الجمهور الذي معه والإخوة والأخوات المتابعين استطاع أن يظهرها للناس فقط. لا بس وإلا هم واضحة الرمزية في القضية صارت بين ام بي سي وبين العريفي. هم الذين جعلوا العريفي رأس الحربة هم الذين جعلوا العريفي رمزا فقط. ولا أنا والله لو جاني واحد واستفتاني الآن من المشايخ أو من طلبة العلم قال لي ما حكم الطلوع في الام بي سي، بقول جزاك الله خير بيض الله وجهك. لو قال إيش حكم الطلوع في قناة يهودية، بقول إذا كنت أنت ستقول الكلام الموجه لليهود الذي فيه انتقاد لعقيدتهم وفيه نصرة للإسلام، اذهب تكلم في أي مكان. يا أخي الأنبياء كانوا يدخلون الأسواق، والأسواق فيها من يبيع الخمر، فيها النساء البغايا التي يعرضن أنفسهن على من يمر بهن، بل الذين يستقسمون بالأزلام ويبيعون الأصنام. ومع ذلك الأنبياء يمرون ويتكلمون مع الناس في مكان فيه منكرات، ومع ذلك لأنه يبلغ رسالة الله إلى جمهور لا يجده في غير السوق ذهب إليه. كذلك أنا أقول لو واحد بيطلع في ال بي سي، بيطلع في ام بي سي، يطلع في روتانا، يطلع في قناة يهودية، إذا كان سيتكلم بالشرع وينضبط بالضوابط الشرعية، السيناريو الذي يؤخذ والكلام الذي يقوله ومقدمة البرنامج وآخرته كلها من ضبط الضوابط الشرعية، أنا ما عندي أي مشكلة فيها. ولذلك ترى أنا ليس عندي مشكلة مع اللي يطلع في الام بي سي، المشايخ اللي يطلعون أقول الله يجزيكم خير ويسددكم وينفع بكم، ما عندي مشكلة. أنا الآن طالع في روتانا، طيب. وغدا لو تطلبني ال بي سي، تطلبني أي قناة، ما عندي مشكلة إذا كان أنا سأتكلم فقط للجمهور بالكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب. أما أن يقال لي اطلع يعني عندنا لكن لا تتكلم عن أغاني، لا تتكلم عن علاقات محرمة، هذا لا يوافق عليه. يعني هل